ليك بالاول. الضيوف وصلوا. ماشي يا علم. شامل، بلغ عاكف فورا. عم اسمعك. بويرس ومتى اجوا ياخذوا مراد. مين يلي عم يراقبهم؟ حيدر. خبره ما يتحرك من محله، أنا رايح لعنده. ماشي، بعد شوي نحن رح نكون هونيك. جاك، نحن لازم نطلع فورا. البيك بوس بده يعني. مدام، إذا سألك عن صفية شو بدك تقولي؟ شو بدي أقول؟ رح أقول له إنه أنا ماني مربية أطفال. إذا بده ياخدها على اسطنبول ياخدها بنفسه. تفضلي. طيب أنا ما عم حيدر، عاكف جاي لعندك. ماشي يا علم، رح استناه. أي نورة، راجعي سجل الرحلات الجوية، خبريني بأذونات إقلاع الطيارات الخاصة. منتحقق منها ومنبعتها على تليفونك. فاطمة، سمعت. اليوم عنا 4 أذونات للرحلات. عم ببعت لك المعلومات عاكف. ما في أي حركة. هن جوا. اسمعوا شو بدنا نساوي. رح نجهز حالنا لنتبع كل رحلات الطيران الخاصة بكل الإمكانيات اللي عنا، وأنا رح نفذ ملاحقة مباشرة، وبعدين بخبركن من أي مطار بيطلعوا. استنفروا كل كوادرنا يلي بأوروبا. رح يكملوا المتابعة المباشرة من محل ما بتهبط الطيارة. ماشي عاكف، فهمت عليك. أنت ارجع على المقر. عاكف، مشاعرك بلشت تتأثر على قراراتك. أنت شو عم تخبص؟ مو صح أبداً إنك تروح تلاحقهم لحالك. إذا قدروا يضيعوك ما عاد نلاقي مراد. تضييعهم لإلي احتمال ضعيف، بس الاحتمال الأكبر يكشفونا إذا كنت أنت معي. أنت شو بتقصد؟ أنت كنت رح تكشفنا بعملية الميزانيين حيدر. ما بدي أعيد كلامي، روح على المقر. إيه، تحت أمرك يا معلم. رح يطلعوا، جهزوا حالكم.
اي نورا. عاكف عاكف عاكف؟ عاكف، صوتي مو مسموع؟ عاكف، في مشكلة عندك؟ عاكف رد علي. كأنه قيادتك للكي جي تي ما عم تنفعك. وقاحتك صايرة زايدة كتير. منتحاسب بعدين على هالموضوع. اتركني هلأ كمل شغلي. حبيبي انت شغلك خلص. أنا يلي رح كمل باقي الشغل. يلا نفذ أحسن ما أخلص عليك. السيارة يلي قدامنا رح تاخدنا لعند حراس المعبد. إذا بدك تمنعني الحق بفضل تخلص علي. لا توجع راسك، لأنه أنا يلي رح أخدك لعندهم. شو عجبتك؟ في شغلات جوا أحلى بكتير، صدقيني رح تحبيهم أكثر من هي. إذا بدك خلي جون ياخدك هلا ويفرجيكي غيرها. رونالدو، بترجاك رح ساوي اللي بدك اياه. المهم انك ما تأذي البنت. عن جد عيب. شو انتي؟ مفكرتيني بقتل اولاد ولا شو؟ فكرتيني ما رح اعرف بموضوعها؟ هاي نقطة الضعف الوحيدة بحياتي وما حبيت حدا يعرف فيها، وتحملت المخاطر لحتى حافظ على هالسر. وكنتي مستعدة انك تتركي عيلتنا كمان؟ صار عندي فضول أعرف جوابك مارغريت، لأنه هالجواب اللي بدك تعطيني إياه هو اللي راح يحدد إذا بنتك راح تضل عايشة. طول عمري كنت دور على سبب يرضيني لحتى أقدر حب، ورهف هي اللي علمتني لأول مرة بحياتي إني حب بقلبي مو بعقلي. من كل الأولاد يلي بالعالم ما لقيتي غير بنته لمراد على مدار تحبيها؟ فيلر كان بده يستخدم هالطفلة بالمستقبل ضد مراد على مدار، بس صار شي ما حسب حسابه، شي يلي بده اياه الرب خرب له خطته. أنا حبيتها لهالبنت. نحن كان في بين ايدينا ورقة لنسيطر على أكبر عدو لإلنا، وإنتي خبيتي هذا الشي عنا بسبب الأنانية اللي عندك. مراد على مدار قدر يوقف بوشي ويحكي قدامي بكل غرور وبطريقة وقحة. كان فينا نقضي على الختيارية من زمان مارغريت. هي هدية بعت لي اياها الرب لإلي. بترجاك لا تأخذها مني. هاي الهدية واضح انها عم تفسد لك عقلك. انت باخر فترة ما عملتي اي شيء مطلوب منك كرمال بقاء عائلتنا ابدا. اذا كنتي حابة تشوفي بنت مراد على مدار مرة تانية معناتها بدك تقنعي اخته لمراد
إنها تروح على اسطنبول وتنفذ أوامرنا. رونالدو، لو سمحت. الشخص المخلص إلنا هو اللي بينحني قدام الأوامر. بعت طيارة بدون طيار على آخر نقطة كان فيها عاكف. لا، لا تغير المسار. فاطمة، حياة عاكف هلأ بخطر. أولويتنا هي متابعة مراد أرجون. إذا منغير مسار الطيارة بتنهار العملية كلها. فاطمة معها حق. بما أنه عاكف ماله موجود لحتى يستمر بالقيادة، فاطمة هي القائد. جهزوا لنا فريق، رح نروح على آخر نقطة تواصلنا فيها مع عاكف. بعته من زمان آينورا. خليكي هون، نحن بحاجتك تضلي معنا. إذا حياة عاكف بتهمك لازم تضلي هون. شو عم بيصير؟ فقدنا التواصل مع عاكف. في حدا عم يتعقب فرسان المعبد هلأ؟ لا، عم نتابعهم بالطيارة. شو عم بيصير فولكان؟ في مين اخترق نظام مراقبة الطرقات وما عم تصلنا الصور. حول على الطيارة. ما عم نقدر ناخد صور واضحة، في تشويش بالمنطقة.